بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين. درسنا اليوم بعنوان النشاط الاقتصادي، وهو من دروس الصف الثاني المتوسط. ما معنى عنوان الدرس أو موضوع الدرس؟ النشاط الاقتصادي باختصار هو العمل اللي بيعمله أو يرتكز عليه أي اقتصاد في العالم. في دول اقتصادها يعتمد على الجوانب النفطية أو الزراعية أو الجوانب الصناعية أو الجوانب الرعوية أو الجوانب العسكرية. فكل دولة نشاطها الاقتصادي يعتمد على نوع عمل معين. ولكن الدول القوية والدول الأكثر حظاً في مجال التنوع الاقتصادي والثراء والتفوق الاقتصادي هي الدول التي تتمتع بالتنوع في مصادر الدخل، لا تعتمد على مصدر واحد للدخل. فالنشاط الاقتصادي هو العمل المبذول لتصنيع السلع وتوفير الخدمات. عمل يوفر لي حاجتين: إما سلعة مادية، ثوب، أدوية، أو خدمة مثل التعليم، الصحة، السياحة. لماذا نوفر هذه السلع وهذه الخدمات؟ لتلبية حاجات البشر. وسبق أن وضحنا أن أهم عنصر في العملية الاقتصادية هو الحاجات وتوفير الحاجات. مراحل العملية الاقتصادية أو النشاط الاقتصادي تبدأ بالحاجة، والحاجة هي أم الاختراع. لو ما توفرت لدينا حاجات لا صنع الإنسان ولا زرع ولا حتى اخترع النار من الأساس. في حاجة لكثير من الأشياء: للتعليم، للصحة، للكهرباء، للغاز، للملابس. حندور على موارد نحولها إلى سلع تخدمنا تحقق لنا الرفاهية والراحة. بأول مرحلة عندنا في النشاط الاقتصادي هي الحاجة والرغبة اللي هتحرك الإنسان وتخليه يعمل. عشان يعمل ويحقق رغباته وحاجاته لابد أن يكون لديه العلم والمعرفة. المادة اللي هيصنعها، لو ملابس تحتاج أقطان، أصواف، الأيدي العاملة المدربة المؤهلة لعمل هذه الصناعة، الأموال اللي هتساعده على بناء مصنع وشراء أرض وتوفير الطاقة وتدريب العمال والمهندسين. سوينا كل هذه الأشياء ووفرنا العلم والمادة الخام والفلوس، حننتج. وهنا حنتكلم عن الإنتاج بس بعد قليل. الإنتاج بيكون إما سلعة مادية ملموسة مثل الملابس أو الأدوية، أو خدمات. أنتجنا الحمد لله السلع وأنتجنا الخدمات، حنبدأ نستهلكها. ولماذا استخدمنا كلمة استهلاك؟ لأن الاستهلاك هذه دائرة. لما أنتج الشيء والناس يستهلكوه حندخل في هذه الدائرة الاقتصادية. أبدأ من جديد، تتوفر لدي حاجات جديدة وأبحث عن طرق تصنيع مختلفة وأنتج من جديد وأبيع، وتستمر دائرة الإنتاج والاستهلاك، إنتاج واستهلاك بشكل لا يتوقف. ودائما الإنسان كل ما يوفر حاجة جديدة تظهر له حاجات أخرى أكثر. يعني الإنسان لما اخترع الدراجة توقف، اخترع السيارة والقطار والصاروخ، كل يوم في سيارة جديدة ووسيلة نقل جديدة والباصات. طيب نروح للفكرة الثالثة عندنا اليوم، وهي الإنتاجية. الإنتاجية والتنافسية، وما العلاقة بينهم؟ الإنتاجية هو معدل الإنتاج في زمن محدد. يعني أنا عندي مصنع بينتج في اليوم كمية معينة من وليكن مثلا الملابس 1000 قطعة، 2000 قطعة، هذا اسمه معدل الإنتاج. في كم؟ في اليوم الواحد 1000 قطعة في يوم، إنتاج عالي. مصنع آخر بينتج 5000 قطعة في يوم، هذه إنتاجية أحسن وأحسن. الإنتاجية تتعلق بحاجتين اثنين: الكفاءة والفاعلية. لو إنتاجي أنا لم يتوفر فيه
الكفاءة والفاعلية إذن ما منه فائدة. إذن اللي بيتحكم في الإنتاجية هم أمرين عاملين: الكفاءة والفاعلية. ما الفرق بينهم؟ الكفاءة هو حدوث عملية الإنتاج بطريقة صحيحة. يعني أنا الحين الرقيب على مصنع معين أو مطعم، أدخل ألاقي الموية ما يهدرونها، الكهرباء ما يهدرونها، يعني ما نستخدمها مع بدون داعي، ما نهدر في المأكولات اللي بنستخدمها، سواء مثلا الرز، الطحين، ننتج ولكن لا نهدر نعم الله والموارد. هذه هي الكفاءة، عملية الإنتاج تمشي بطريقة صحيحة وبأقل زمن وبأقل تكلفة. طب الفاعلية، المنتج النهائي اللي بيطلع، الطعام اللي بينتجوه المطعم أو السيارة اللي بيطلعها المصنع، هل بتؤدي عملها بفاعلية؟ العلاج اللي أنتجه المصنع إذا أخذوا المريض بيكتب الله الشفاء، يعني العلاج بيفيده؟ نعم. إذن هذا المنتج فيه الكفاءة والفاعلية، فيه الكفاءة والإيه؟ حقق هدف المطلوب منه بإيجابية. المفهوم الرابع عندنا وهو التنافسية، وهو المنتج اللي طلعناه من المصنع، هل هو قادر إن هو ينافس عالميا ولا فقط هينباع في السوق المحلي؟ إذا المنتج اللي عندي توفرت فيه الجودة وتوفرت فيه الفاعلية، هينافس في الأسواق العالمية، وبالتالي يحقق لنا أرباح ويحقق لنا مستويات معيشية مرتفعة، ونصبح دولة مصنعة ذات مستوى عالي وسمعة طيبة. التنافسية إني أنتج السلع والخدمات اللي متوفر فيها الجودة والفاعلية وسعرها مناسب، وتستطيع أنها تنافس أحسن المنتجات العالمية وتنباع في كل دول العالم، وتفيد المواطن وتفيد صاحب المصنع وتفيد العامل، وتحقق لهم مستوى اقتصادي ومعيشي مرتفع. يعطيكم العافية. هنكتفي اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله الحصة القادمة في الجزء الثاني نكمل باقي شرح الدرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.